اطلع الواد. صلاح باشا والله العظيم ما عملت حاجه. باشا كنت امبارح كنت تقول يا صلاح، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جري. يا بجحتك يا بنت، ده انا ماسكك تلبس قدامي. قدامك فين بس؟ اديني فرصه. والله العظيم ما عملت حاجه، استنى بس. اسمعك، انا مش مسجله، هتضيع. ابوس ايدك، ابوس ايدك، هتضيع. ده انت مش عايزه تسجلي، هتضيع. ده انت عايزه يدق على وشك مسجله. تضحك عليا بتقولي كنت في الشغل قدامي يا بنت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. غصب عني والله العظيم، غصب عني. ده انت ضيعت فرصه عمرك. بتسمعي يا بنت، انا كنت عاملك بني ادمه. تضحك عليا انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت ببيعها، دي شويه شغل فاتهم يا ابويا، قلت اخلص منهم. والله العظيم ما بتاكل فيهم، والله العظيم ما بتاكل فيهم. بتجيب المسكنه دي منين يا بنت؟ بتجيبها منين؟ ده الكلب عمره ما يتعدل. صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحده زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى، انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك، خده وديني على القاس. بس يا بنت، الخاتم ده احسن من عيني. وبوريني بقى تشوف امك واخواتك ازاي قدامي على الاسم، قدامي يا روح امك. بس يا بنت، يا باشا. يا يوسف، عصام بيه موجود؟ طلع مأمورية. خد البنت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض، بتعمل المحضر ونخلص. كان باشا ورميها في الحجز. يلا يا بنت يلا. اهلا، ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. كويسه دلوقتي؟ انا تعبانه ابو كريم، تعبانه قوي. طب تعالي تعالي اقعدي ارتاحي. لا انا مش عايزه كرسي. طيب تعالى. عنك شد حيلك امال. الامر لله من قبل من بعد اخويا. مالك كده تعباني. سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه يا ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا ما هو ميه برضه. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما اجي اكلمك فيه يطلع لي 100 عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي، قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه دريت، بس اجيب لك من الاخر، سعيد مش هيدفع. والعلا مش هيدفع ان ايه؟ ده الدين على ابوه لازم يدفعه، ده الراجل اتقلى في النار، حرام عليه كده. اعوذ بالله، بينام ازاي ده؟ بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي كلمه ابو كريم. ما انت عارفه انا بجهز البت، وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. استغفر الله العظيم. وليك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه ينول لي الحوايا من وراك يا اخويا. اعوذ بالله، الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده، هات ايدك. يلا تعمل اي حاجه ايه؟ اي حاجه يعني هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس كلمه برضه. امري الى الله، امري الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صباح، هكلمه. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب 10 جنيه. انت عبيط يالا، ادي لك في وشك اخنفك. يعني ايه هذا الشمدول انت هو؟ مصلحه يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبه خلصانه بقالها اسبوع في البيت، يبقى قدامنا واحده. حاضر يابا، هودي لك واحده البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحده عشان الاستبن كمان فاضيه. كفايه واحده يابا، دي ب 20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب. 20 جنيه يا ابن الكلب، ما انت لعبت يلمك ونسوان تطبخ لك يا ابن الكلب. حاضر يابا، هودي لك 2.
الله. انا بقول لك يا تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد دلوقتي، الدنيا واقفه. عشان بهايم. في حد يبيع سوق سودا فعارة سودا؟ الناس مش لاقيه تاكل. هتاخد الانبوبه ب 20 جنيه؟ ما يولعوا بابور الجاز احسن. ولا انتوا ما تعرفوش وابور الجاز يا اخويا انت وهو؟ اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي انت وهو. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن الكلب هتبيعهم على طول. اوعى يا واد ما توديش الانبوبتين البيت. هوديهم يا اوعى تنسى. مش هنسى خلاص بقى يا بابا. السلام عليكم يا سلام يا حبيبتي. اتفضلي. الله يخليك. يو مالك يا فتحي؟ ماليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريقك؟ عني ما اتغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن هدخل اعمله لكم، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال يلا. يلا يلا منك روح خش جوه. يلا يا حبايبي روحوا اقعدوا على الطبلية عشان ناكل. هو انت شفت سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت. عشان كده قال لك حاجه؟ يلا بقى خلص الاكل. تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير مع عند ثابت لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجه؟ هيقول لي ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك شايل الطين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه، مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. حنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي العيال دي لسانها طويل. بقول لك انا انت وهو اشوفكم بتلعبوا قدام ورشه خالكم سعيد هقطع رجليكم انتوا الاثنين. انا ما بروحش هناك يابا. خلاص بقى يا فتحي كل يا ضنايا كل. تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر كان عيلتنا في ايه؟ طمني ده ما يجيش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه. كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكم زي الفل يابا. الله يا فتحي كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر. اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا ضنايا. مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي الحداها بتحدف كتاكيت. كريم امور يا ابني. الواد بيتا ابن صاحب البيت قلب الاوضه اللي تحت غرزه. قلت قبل كده لابوه ما عملش حاجه. اصبر يا ابني هخش انفضهم له. بالراحه مش عايزين مشاكل، بس مش معقوله ريحه الحشيش ضاربه في البيت كله. طب توكل انت على الله قبل وانا هتصرف. سلام. سلام. ازيك يا عم ثابت؟ الحمد لله. جرى يا عم بيتا ينفع كده برضك؟ ريحتكم فحت في البيت كله. مفيش حاجه يا اخيم، خش شوف احنا بنلعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ما الاوضه اهو معباها دخان، انتوا ايه تنتحروا؟ وبعدين الابله ليلى اشتكت. مفيش حاجه يا اسطى ميته، خش فتش الاوضه. لا مش هفتش يا اخوانا، خفوا شويه البيت فيه بنات، ما ينفعش كده، مش لازم تصطبحوا كل يوم. ماشي يا اخيم وماشي ماشي تمام. وبتعرفوا تلعبوا بلاي ستيشن على كده؟ ما تيجي يا اسطى افرجك. لا مش فاضي، عندي شغل. ولا اقول لك تلعب على كام يا كفي مريم؟ شغال. ايوه يا تحوش السلك يا ماشي. المقاطيع فين؟ لسه بدري عليهم، انت اللي جيتي بدري شويه. العيال عاملين اعتصام في الكليه. عميد الكليه روحنا وقفل المكتبه. اعتصام؟ والله طلبه محترمين، فكرتينا بايام زمان. ريح نفسك، مش معتصمين لا عشان قوميه عربيه ولا فلسطين ولا عراق ولا غيره. امال معتصمين ليه؟ لخبطه يا سيدي بينهم وبين كليه الطب، وهم عندهم حق.
ما هي بتوع كليه الطب يتنازلوا ويقفلوا قسم الطب الطبيعي، يا العلاج الطبيعي يقبل اشرافهم عليه. حاجه كده ملهاش اي حل. يا خساره، وانا اللي كنت فاكرهم معتصمين اعتصام سياسي، واضح ان الجيل ده بقى عنده برود في القضايا القوميه. يا عم طارق، مين يدافع عن مين؟ المعركه بقت على لقمه العيش. معقوله يا ليلى انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه، وابصم على كده كمان. السياسه يا طارق بقت شغله الاغنياء. ما تبقاش فقير وبتعد في التراب ومفيش في جيبك حق لبن العيال وتقول لي بالروح وبالدم. كده يبقى كلام اغاني. ارجع للتاريخ يا طارق. ما بيدافعش عن البيت الا اصحابه. الجيران بقى تدعي، تشيل يوفط، تشجب، تندد، تبلغ البوليس كلها مجاملات. لا لا يا ليلى، انت اتغيرت كتير. الله يرحمك يا عبد الناصر، فينك وانت بتقول وحدة الصف العربي ضرورة حتمية؟ نسيتي؟ وحدة الصف العربي ايه يا عم طارق واحنا بنتخانق على ماتش كورة؟ الوحدة والأخوة دي كانت زمان. احنا ممكن نكون اخوات في اللغة، في الدين، بس المصالح مختلفة. وما دام المصالح والبزنس اختلف يبقى خلاص. لا 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 لا، اشمعنى الدول الأوروبية قدرت تجمع نفسها وتبقى كتلة واحدة؟ حتى أمريكا اسمها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت عبارة عن ولايات وجمعت نفسها وبقت قوة عظمى. لأنهم كانوا واضحين مع نفسهم، حطوا مصالحهم ومصالح شعوبهم قدامهم من غير بقى شعارات ولا قومية ولا الحلم الأوروبي. بقول لك إيه، كلم العيال خلينا نلعب بلاش صداع. انا جايه لك يا عايشه. بنت عايشه، انت بنت، تعالي هنا، تعالي. ايوه يا بابا. صوتك عالي كده ليه يا بنت؟ معلش يا بابا. معلش ايه وزفت ايه؟ وبعدين انا مش قلت لك 100 مره لما تقف في المطبخ تبقي تغطي شعرك؟ يا اخويا هتغطي شعرها من مين؟ مش كفايه انا مغطيه شعري طول النهار؟ شوف الولي ومرضها، هو المطبخ ده مش ليه شباك، والشباك ده مش مفتوح على الجيران، والجيران دول مش ليهم عيون تاكل السلط؟ ولا انا بخرف يا اختي؟ يا بابا الشباك مقفول. مقفول ولا مفتوح، اللي اقول عليه يتنفذ بالحرف الواحد ومن غير مناقشه، فاهمه ولا لا يا بنت عايشه؟ ماشي يا اخويا ماشي، يلا اجري سخني الملوخيه اجري. يا باي بتقول بالك. السلام عليكم. اهلا يا استاذ سعيد. ايه؟ عايزني دلوقتي؟ ما ينفعش بكره؟ الموضوع مهم للدرجه دي؟ طيب يا سعيد خلاص، انا جاي لك حالا. السلام عليكم. زينب حضري لي اي جلابيه تانية غير دي لحسن حاسس انها توسخني. يا اخويا كل الغسيل في الغساله. وطي صوتك، هاتي اي بنطلون وقميص يلا. اوطي صوتي من مين بس؟ هو انت عاوزنا نوش في بعض واحنا في قلب بيتنا؟ صوت المرأة لازم يكون واطي على قد السمع، مفهوم ولا لا؟ يلا. حاضر. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم يا اخويا. عايزاني اجيب لك اي حاجه من تحت؟ انا رايح لنص سعيد بيقول ان عايز الموضوع مهم. هات لنا معاك ازاز الزيت. زيت تاني؟ ما انا لسه جايب لكم زيت، انتوا ايه بتشربوا؟ اصل انت اول امبارح جبت لنا بصراحه سمك زفر قوي، خد الزيت كله، ودلوقتي عايزين نقلي بطاطس ما لقيناش، نعمل ايه؟ السمك هو اللي زفر ولا؟ ماشي يا اختي، حاضر هجيب لكم. يلا حضر البنطلون والقميص على ما اخش الحمام. حاضر. غطي شعرك يا بنت، روحي. حاضر يا بابا. اياكي تتاخري، التمثيليه تخلص الاقيكي هنا قدامي على طول، احسن ابوك يطردك زي ما طرد اخوكي. يا ماما انا تحت في الدور الاول عند عواطف، بس انت خليكي واقفه لي في البلكونه لاجي وانا تحت. اول ما نادي عليكي طيارة على هنا، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا حاضر. بسرعه يلا.
يسترها يا رب. مؤاخذة يا عم الأستاذ، ربنا يهديك. صدق الله العظيم. احضرنا يا عم الأستاذ، الكلام اللي هقوله ده محدش يعرفه، ده كان سر بيني وبين أبويا الله يرحمه، موصيني ما افتحش الكلام ده إلا في حضورك يا عم الأستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحة على روح أبويا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم موتنا جميعا. ابويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الاوضه وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا مالك؟ قال لي قرب مني يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط ايدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يابا لا، انا عمري ما حطيت ايدي في جيبك يابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت ايدي في جيبه لقيت شويه ورق. قلت في ايه؟ ابويا بيخرف ولا ايه؟ قال لي اقرا اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في اصل وشك، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. ما تستهدي بالله. امال يا سناء يا بنتي، هو الراجل لسه قال حاجه؟ بصي احترمي نفسك لا بهدلك. ما تقدرش تهوب ناحيتها طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان كده. طب استاذن انا بقى. خلاص يا عم الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا قعدتي، ما صحش كده. كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا، انا ما يرضينيش، واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك، البيت والورشه حقك يا سعيد، وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورق اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد، لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قليلة الادب ومش محترمه حد. عم الشيخ العقود معاك ودي وصية ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقنا قبل ما يموت ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عيل؟ ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني، ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه، انا ما ظلمتش حد، وكلمه زياده هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا. مش ده الحق برضه يا عم الشيخ؟ انا لحد كده وماليش حكم، ده عقد بيع وشراء ومن حكم في ماله ما ظلم. كده؟ ماشي يا سعيد، انا همشي، لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا لما اكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. يلا يا واد امشي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ما قلت لك يا سناء قولي لابوك على كل حاجه قبل ما يموت. اهو مات وخد كل حاجه. الهي يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. وجايب الشيخ معاه علشان يشهد. هو الشيخ تمام هيعمل له ايه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقوله ابوكي يكون كسب كل حاجه قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي، مش ممكن. ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. انا شفت وصماته على العقود. فكرني يا رب. ارفع قضيه. هيكسبها. هو مش عبيط ولا برياله، هو فاهم بيعمل ايه، بيخطط ويدبر وعامل كل حاجه وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ازيك حبيبي؟ صباح الخير يا أم. رايحه فين يا بنت؟ رايحة ادي إبرة لحماتي. ابره؟ وانت من امتى يا اختي بتضربي ابره؟ يا وليه انت بتنسي؟ مش لسه مدياكي إبرة الشهر اللي فات؟ يا بنت ولما تديني ابره مره ولا مرتين ولا حتى ثلاثه خلاص كده بقيتي ضريبه ابر. خلاص يا أم خلي دي الرابعة. يا بنت شوفي لها حد يديها لك، ده انا فيها تبقى نصيبه. نسيبة ايه يا أم؟ نسيبة ايه دي إبرة عضل؟ بعدين ما لقيتش حد يديها لها، اعمل ايه يعني؟ اسيب الولية؟ لا ما نسيبهاش، نعمل واجب، اصلك صاحبة واجب. انت حرة يا اختي، خليها براحتها
عبد الله هيقطعك بدل ما يتجوزك. بيحبني يما ومش هيقطعني. عبد برص و10 خلص شعوري ضربه. ما تمسكنيش قوي كده يا واد. ما تخافيش يا خالتي بقى. اها يا بنت، لا والنبي ده انا يعني انت هتتعلمي فيا الحقن يا خالتي، والنعمه بديها لامي حتى بيساليها. اسالها يا اختي بعد ما تكوني خلصتي عليا. اجري يا واد بسرعه، امشي جيب لي حد من الاجزخانه يديها لي. يا صباح اديها صباح وخلصها. ايوه شوف اللي بايع امه. امسك دراع امك يا عبد الله يلا. يا تصدقي بس خلاص بالشفا يا خالتي. حسيتي بحاجه؟ والنبي يا بنت ايدك خفيفه. شفتي بقى؟ بس اسمعي، وديني وايماني لو دراعي ورم لا اخلي عيشتك سودا. انا بقول لك لا ان شاء الله مش هيورم. يا رب يا اختي يا رب. هات القطنه يا واد. القطنه فين؟ القطنه راحت فين؟ معاكي يا خالتي؟ بقول لك ايه، امك فين يا بنت؟ اهي مطحونه في السوق يا خالتي. طيب قولي لها خالتي عايزاكي، بتقول لك شهيلي شويه عشان ندخلكم ونخلص من وشوشكم دي، بدل ما انتوا دايرين ورا بعض زي الديك والفرخه كده. ديك وفرخه ايه ياما؟ ما تحسني كلامك ياما. تعالى صباح اوصلك يلا. لا ديك خليك جنب امك. فرخه يا اخويا عارفه طريقها. عارفه طريقها؟ روح جت بدايه في اللي ربوكي. اتفرج وتعلم، شوف الكوره الى تركن. الله اكبر. لما تكون مشامل. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللي بيحصل ده حرام حرام. ما عندكوش دم خالص. ما هو زي ما بتحبوا مصر احنا بنحب ربنا. انتوا ما بتصلوش وقلنا ماشي، ربنا يهديكم، لكن سيبوا الناس اللي بتصلي تعرف تصلي. انتوا ايه؟ قرارات ما عندكوش تملة ولا دين. خلاص يا عم، اذا كان على الماتش هنتفرج عليه من غير صوت، وانتوا اللي عاجبه اتفرج على الماتش وهو اخرس عاجبه، مش عاجبه ورينا عرض كتافه. مش عايزين ناكل عيش عشان الاستاذ يتبسط. ما حدش منعك تاكل عيش يا اخويا، بس سيب الناس تأدي فرض ربنا اللي انت نسيته. معلش يا سيدي حقك عليا، واذا كان على الناس مش هتسمع صوت اتفضلوا صلوا، ويا رب نتغلب يا رب عشان نخلص خالص. يا رب نتغلب. خلاص يا عم تمام. وش صلي يا عم تمام. طب يا اخويا متشكرين قوي. روحوا اتفرجوا على الكوره، خلوا الكوره تنفعكم. جاتكوا جول في معاناتكم. يا راجل العبوا بقى. سيجاره يا عم. نفسي اعرف مين فيكم بيقول لها على مكاني. والله ما انا. بس انت مش فاهم، خايف تروح تقول لامي ولا ابويا على المكان اللي انا بقعد فيه ولا بقعد مع مين ولا اي لوك. ايه يا عم وانت قاعد في بره؟ اسكت اسكت. طيب يا شيرين هجيلك تاني. يلا يا بنت. يا بت، انت ايه حكايتك؟ انت بترضيني ولا ايه؟ الله انت اللي جيت لقيتني هنا. انت عايزه ايه مني بالظبط؟ بقول لك ايه، انا حب ما بحبش، جواز مش عايز اتجوز، ولو كان يعني في دماغك في مصلحه كده ولا كده من ناحيتي انت عارفه انا ماليش في السكه دي خالص. انا مفيش في دماغي حاجه يا اخويا. اه امال انت عايزه مني ايه؟ خلاص خلاص اهدي بقى. خلاص يا بنت ما تعيطيش. بتعيطي ليه دلوقتي انت؟ يا شيماء انت مش فاهم حاجه. انا لا عارفه اشتغل ولا البس ولا بقى زي بقيه البنات. والعربيات اللي انت بتركبيها دي ايه؟ اوعى تصدقني انا لما بركب العربيه حد بياخد مني حاجه. يا سلام، امال بتركبي العربيات ليه؟ حالفه انك تبوظي سمعتك؟ بيدوكي كام؟ بيدوكي كام اللي انت بتركبي معاهم العربيات؟ 20 وساعات 50. وايه المقابل؟
ولا حاجه. اول ما حد بيفكر يمد ايده عليا بتخانق معاه. بعد كده يضربوكي ويعوروكي. عشان كده سموني تاني تعبير. يا بنت المجانين، انتي بتعيطي ولا بتضحكي ولا؟ ربنا يهديكي. نبي ما تسيبنيش يا شيخ. اعتبرني زي اختك، بلاش حبيبتك، بس ما تسيبنيش. انا ما عنديش اخوات صبيان ولا عندي اخوات بنات، اضربني اعمل اللي انت عايزه، بس ما تسيبنيش يا شوقي. خلاص اهدي طيب، اهدي طيب قومي روحي. ربنا يهديكي خلي بالك على نفسك. دي احلى كلمه سمعتها في حياتي. مش قصدي، انا مش قصدي اقول لك اي كلمه كويسه. يلا امشي مجنونه ولا ايه؟ عياني. في حاجة يا ست؟ تعبانة يا اخويا، تعبانة. هو في ايه؟ لا مفيش، استريحي يا حاج، استريحي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ والله ناس مقرفة. ايه اللي عاملينه ده جنب محلات الناس ده؟ وانت مش شامم انت وهو؟ قرف اللي انتوا قاعدين فيه ده، دول قاعدين على الكورنيش ده كل بلا. طب فين دلوقتي؟ اهلا ازي حضرتك؟ ايه يا مدوره اتاخرت كده ليه؟ اعمل ايه بقى عقبال ما طلعت من الشركه وقعدت الف على الشغل. تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم، انا اتهريت شرب النهار. لازم تشرب. ربنا يخليك. طب طمني. خير. اخبار الكوته ايه؟ تمام، بس في نشره جت من الوزاره امبارح ان الاخضر دخل جدول اول. يا خبر اسود. يعني كمان شهرين وهيشح. طب يا حبيبي الحق ظبطني بقى بالحصه الكبيره بقى. انا عينيا ليك يا دكتور. وهات لي كمان كرتونه امبول ميه، وهات لي كرتونه سرنجه 3 سم. انت عارف بقى المنطقه دي واحتياجاتها يا حبيبي. حاضر. ليك عندي هديه. ايه؟ عشان ما تقوليش بقى جدول اول وجدول حصص. امسك. ربنا يخليك يا دكتور، ده كتير قوي. ولو انه هيشاح. متشكرين. السلام عليكم بقى. سلام عليكم. جدول اول. يا خبر اسود، ده واقف حال. بقول لك ايه، انا عايزه فاكهه يا عطيه، نفسي في تفاحه احمر. ما عندنا. فين؟ في خدودك يا جميل. هاتلي معاك شويه معلبات احسن التلاجه فاضيه يا عطيه. ايوه وجبن. خلاص بقى يا ناهد، مش كله مره واحده بقى. ونفسي في جاتوه. هاتلي جاتوه بس بلاش من الفرن، بيبقى وحش، ما تسترخصش. حاضر اللي تأمري بيه. خلاص بقى يا ناهد، في راجل واقف اهو عايز حقنه. صبرك بس يا معلم عبده، معلش انت عارف المدام وطلباتها. باي باي يا روح. مع السلامه. هاتلي خطوشه سجاير معاك. سلام. بسرعه شويه. بسرعه وما لمعتيش هنا وهنا. يلا يا حاجه بسرعه، عايزين نخلص. اختي كراكيب ومزبله عيشه تقرف. تامر. ايوه. معلش يا حبيبي هتعبك معايا. اموري. خد دور بقى في درج ابوك ده، ترمي لي الادويه اللي ملهاش لازمه وتسيب لي اللي لازمه، لما تخلص تناديه عشان معايا الشغاله جوه. ايه ده؟
هو البرشام ده بتاع بابا؟ اه، كل يوم بياخد منه واحده. يا نهار اسود، ابويا بياخد ده؟